السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طريقة الجلاش السحرية الخطيرة دي، وبكل سهولة وفي دقيقة واحدة هتعمليها. لو كنت أول مرة تدخلي المطبخ، أول مرة تعملي حاجة في المطبخ وهتبتدي تعملي أي نوع حلويات، ابتدي بالطريقة دي وبكل سهولة هتعمليها. لفة جلاش هتجيبيها وتقطعيها وفي الفرن هتسويها، وفي دقيقة واحدة هتطلعيها وهتعمليها. وبجد الوصفة خطيرة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. اول حاجة هنعمل السيرب او الشربات. هنجيب حلة او طاسة او اي اناء هنعمل فيه. هنضيف كوباية ونص من السكر، وهنضيف كوباية من المية بالمج الشاي بتاعنا العادي، وعليهم نص ليمونة، وهنعصرها عليهم وهنقلبهم ونرفعهم على النار. من بعد الغليان حوالي نسيبهم على النار حوالي 7 دقايق من بعد الغليان، مش من بعد ما هنحط الحل على النار. بعد ما يغلي كده ويبكرت كده هنحسب 7 دقايق. معايا لفة من الجلاش هنقطعها كده رولات بحجم كبير او صغير او متوسط زي ما انت عايزة. هي لفة الجلاش تقطعيها حوالي من 9 ل 10 قطع. وبكده انا قطعتهم ومعايا نص كوباية من السمنة، وكل قطعة حوالي معلقتين او 3 سمنة، وهنحاول نشرب الجلاش بالسمنة اللي من تحت. وحطيتهم في الفرن. وبص الجمال بعد ما يستوي، لو الوش كده محمرش هنحط الصينية كده من تحت ونولع الشواية علشان يطلع بالشكل الخطير ده. انا كان عندي لفة جلاش انا عملتها في صينية تاني. اللفة دي طلعت 9 قطع وعملت التانية 10 قطع. وبصوا الجمال. بصراحة الطريقة ده هي فيها سنة قرمشة كده وحلوة، لا هي طرية ولا هي ناشفة، جميلة. ولو وصلت لحد هنا، انا ام بلال ودي قناتي. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واتمنى منكم لو عجبكم الفيديو اللايك وتعليق جميل كده زيكم. وبصوا جمال الجلاش اللي في دقيقة واحدة هتكون عاملاه، وفي سنة قرمشة كده خطيرة في الجلاش، وشارب كده السيرب بتاعنا او الشربات، وهشة وخفيفة والطعم لذيذ. والسلام عليكم ورحمة الله.